حد له شوق لحاجة؟ بحبك يا ستموني مهما الناس لموني. حسسونا يا رب. النهارده بنتكلم عن صاحب الألف وجه، الساحر محمود عبد العزيز، الممثل اللي بيجيد كل أشكال وأنواع فن التمثيل سواء كوميديا أو تراجيديا أو دراما. بنتكلم عن ممثل من أفضل الممثلين في تاريخ السينما المصرية، وبالنسبة لناس كتير هو الأفضل. ليه مدرسته الخاصة اللي من خلالها بيقدم أدوار علامات في السينما المصرية، اللي يعمل عبد الملك زرزور والشيخ حسني والمزاجنجي، فده أكيد ممثل مش طبيعي. ففي الحلقة دي بنتكلم عن الساحر محمود عبد العزيز. فليه محمود عبد العزيز ممثل مش طبيعي؟ فالسلام عليكم، أهلا بكم في برنامج الفيلم. انزل بالتتر يا ابني. مفيش كلام، بس أخد الحق صنعة وإيه بالأصول. وأنت دخلة السيمة بتاعتك دي يعني من غير مؤاخذة يعني اللي أنا شايف فيها صنعة ولا هوبت من الأصول؟ دي دخلة إنك لميت وإنهم لميتون. محمود عبد العزيز من مواليد 4 يونيو 1946، اتولد في حي الورديان في الاسكندريه، ودخل كليه الزراعه جامعه الاسكندريه قسم حشرات. الشكل الجيل ده كله كان في الزراعه. عندك عادل امام وصلاح السعدني وغيرهم كتير. المهم محمود عبد العزيز قدم على ماجستير في النحو، وبيعمل ماجستير كان بيمثل مع فرقه مسرح كليه الزراعه. وخلص الماجستير وعايز يشق طريقه، راح المكتب للمخرج محمد فاضل وقال له انا عايز امثل. قال له تمثل ايه؟ قال له اي حاجه، انت عارفني من ايام مسرح الجامعه. قال له صعب جدا. محمد فاضل ده ساعتها كان من اهم مخرجين مصر، والساحر قال طالما مخرج مصري محترف قال لي كده يبقى انا فعلا ماليش في الحكايه دي. وقرر انه يسافر بره، وكان من المتشردين بره، وكان بينام في محطات السكه الحديد بالساعات وحاجه اخر مرمط. كان من بياعين الجرايد لحد ما قرر يرجع تاني عشان يبيع الجرايد، يبتدي رحلته في عالم الفن عشان يبقى ساحر الفن المصري. فبقول له ان انا خلاص يعني وعايز المهم يعني يسود الدنيا في وشي سواد يعني غير طبيعي. فنزلت مش شايف تقريبا يعني، واصريت ان انا هاجر او ان انا اعمل طبعا الناس تدخلهم بتاع. المهم رحت ايه في فيينا زي ما بيقولوا استاذ طارق واشتغلت في الصحافه. في الصحافه مش بيع جرايد يعني؟ ببيع جرايد في الصحافه. فلما رجع مصر اكتشفوا الممثل والمخرج رحمة الله عليه نور الدمرداش، واداله اول دور ليه في مسلسل كلاب حراسة سنة 72، واشتغل مع المخرج نور الدمرداش مساعد مخرج وكل حاجة ورا الكاميرا. وعمل بعدها مسلسل الدوامة، ومن هنا انطلق محمود عبد العزيز. عمل افلام كتيرة في فترة السبعينات، ابرزهم حتى اخر العمر والفيلم الاسطوري الحفيد، وكان صورة نور الشريف هي اللي متصدرة افيش الفيلم لانه كان بطل اول في الوقت ده. مشوار نور الشريف كان سالك عند دخوله في الفن، بقى بطل اول من اول فيلمين. انا مش بقول انه معناش، لا ده طلع عينه برضه. كفايه ان والده توفى في اول سنه من عمره، ووالدته سابته وسافرت وتربى في بيت عمه. احلى حاجه في الجيل ده ان كل واحد ليه مدرسته الخاصه، يعني الزعيم مدرسه غير مدرسه احمد زكي في التمثيل، غير نور الشريف، غير يحيى الفخراني، غير الساحر محمود عبد العزيز. كل واحد بيمثل بطريقته الخاصه. المهم نكمل بيت اعمال محمود عبد العزيز في السبعينات. عمل سنه 77 مع حبي اشواقي، وطائر الليل الحزين، وعيب يا لولو يا لولو عيب، وشفيقه ومتولي، وشباب يرقص فوق النار. وكده يكون الساحر محمود عبد العزيز ضمن مكانه في قلوب الجمهور. ونبتدي حقبه الثمانينات. يعمل فيلم الدرب الاحمر سنه 80، والبنات عايزه ايه، واعدام طالب ثانوي، ووكاله البلح، والمعتوه، ودور الرائع في فيلم العار بشخصيه دكتور عادل اللي قدم فيه اداء عالمي، وقدر يبان قدام العظيم نور الشريف وينافسه في الاداء. الملاحة والملاحة وحبيبتي ملوت الراحة. ويعمل دور بعديها جامد برضه في فيلم ضرب الهوى بشخصية صالح، ويعمل عذراء والشعر الأبيض، لكن شيء ما بقى، ولك يوم يا بيه، وبيت القاصرات، ورقعة علي عبد الخالق الكيف اللي قدم فيها محمود عبد العزيز دور من أقوى الأدوار ليه على الإطلاق بشخصية جمال أبو العزم أو مزاجنجي. دور رهيب، وأنا اخترت له في حلقة أفضل 15 دور في تاريخ السينما المصرية الدور ده. ومين ينسى دور يحيى الفخراني في الفيلم بشخصية دكتور صلاح أبو العزم. بتزرع قميصك يا صلاح، الدنيا مش حر للدرجه دي. الجو منعش وجميل، انا في غاية السعادة. وطي صوتك. كلنا لها عقبال عندكم جميعا.
كمية إبداع في هذه الرائعة تخليه من أفضل الأفلام في تاريخ السينما المصرية. ودور محمود عبد العزيز مزاجنجي أبدع فيه الساحر، ودور مزاجنجي اتعمل الأول يحيى الفخراني، بس الفخراني اختار دور صلاح أبو العزم لأنه شاف إن دور مزاجنجي ده صعب جدا إنه يتقدم على الورق. الساحر محمود عبد العزيز جعل الدور طعم وروح تانية خالص من كتابة على ورق لشخصية لحم ودم أتقنها الساحر بإبداع. بحبك يا ستموني مهما الناس لموني. يا ابو وش مشدود على قلب كشب. وعمل بعدها فيلم الطوفان الرائع، والفيلم الرائع برضو الصعاليق، والفيلم الكوميدي اكتر من رائع الشقة من حق الزوجة اللي قدم فيه محمود عبد العزيز شخصية سمير اللي جابت صريخ ضحك في السينمات ساعتها، والفيلم جاب ايرادات حلوة جدا بالنسبة للوقت اللي نزل فيه الفيلم. ايوه كده اجري واعترف يا ميه من تحت فين حضرتك بتتنقل عشان اتجوزت بس ليه مش قد المقام انت بتدفع حد الخساره يا خلاص استفدت. يا دنيا رحمة رحمة وفاه الحبايب رحمة ولا عدش رحمة ولد ويطلعوا ويعمل بعدها فيلم إعدام ميت بدوره الأكتر من رائع بشخصية منصور، وكان معاه كوكبة من النجوم في الفيلم ده فريد شوقي، يحيى الفخراني، ليلى علوي وبوسي. ويعمل بعدها فيلم الجوع مع السندريلا سعاد حسني، ويعمل دور قوي جدا بشخصية الفتوة فرج الجبالي. دلوقتي يا معلم فضل هعلقك من عرقوبك لحد ما تصفى روحك نقطة نقطة. وشارك بعدها في رائعة عاطف الطيب البريء، ويقدم دور عبقري في وسط نجوم عتاولة كفاية أحمد زكي لوحده، يعمل شخصية العقيد توفيق تركسي، ويبقى فيلم ودور من علامات السينما المصرية. ويعمل بعدها خليل بعد التعديل وجري الوحوش اللي عمل فيه دور الرائع عبد القوي جديد. صحيح راجل فقير لكن راجل، واحب اكسب قرشي بنظافه وشرف. يعني ايه؟ يعني انا ماليش في الخربطه والمسائل المكعبله. تقول لي انت جايبني هنا ليه وعاوز مني ايه؟ هكون عايز منك ايه يعني؟ شغلي طبعا، انا شغل شرعي ماليش في الغموض ومسائل البهلازه دي. عايز اطمن عليه، عايز اعرف اذا كان لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط. هعمل انك حسن الصوت يا امه، حسن الصوت يا امه، انا حسن الصوت يا امه. وعمل في نفس السنة السادة الرجال والبشاير والدور والفيلم الجامدين جدا أبناء وقتلة بدور شيخون سنة 86 و87 عند محمود عبد العزيز بتاريخ فنانين والله العظيم. ويعمل سنة 88 الفيلم الأندر ريتد جدا سمك لبن تمر هندي بدور أحمد سبانخ. وفي نفس السنة يعمل المسلسل الأيقوني أيقونة الدراما المصرية رأفت الهجان اللي حصل عليه مشاكل كبيرة جدا ما بين الزعيم والساحر. المسلسل الأول اتعرض على الزعيم بس الزعيم كان شبه رفضه وبعتوا السكريبت للساحر من ورا الزعيم، بس محمود عبد العزيز ما كانش يعرف ان الدور اتعرض على الزعيم في الاول اصلا. فبعد ما جاله السكريبت مضى على طول دور زي رأفت الهجان ده ما يترفضش. عادل امام عرف وبهدل الدنيا واتخانق مع محمود عبد العزيز والعلاقه ما بينهم بقت معدومه ومفيش ولا سلام ولا كلام ما بينهم. والمسلسل ينزل ويكسر الدنيا. ووقت عرض المسلسل على شاشات التلفزيون ما كانش بيبقى فيه بني ادم في الشارع اول بس ما يسمعوا موسيقى التتر رأفت الهجان. ويعمل دور عمر محمود عبد العزيز في المسلسل ده واسمه بيكبر اكتر واكتر وسعره بيزيد في السوق اكتر واكتر. يا ابن الجنية. ويعمل في نفس السنة فيلم الدنيا على جناح يمامة الفيلم الأكثر من رائع من إخراج عاطف الطيب. وينزل بعدها بسنة بفيلم يا عزيزي كلنا رسول بدور مرتضى السلموني. ويعمل سيداتي أنساتي في نفس السنة وتدخل علينا حقبة التسعينات. ويعمل رأفت الهجان الجزء الثاني وحاجات زي قانون إيكا وأبو كرتونة. وسنة 91 يعمل الفيلم التاريخي للمخرج الكبير داود عبد السيد بفيلم الكتكات بشخصية الشيخ حسني. قمة الإبداع في تجسيد شخصية الشيخ حسني، أحسن وأغرب دور لشخصية كفيفة في السينما المصرية. الشيخ حسني ده اللي بيشوف احسن مننا في النور وفي الضلمه كمان، اللي دايما بيحسسك انه زيه زيك واحسن منك كمان رغم المصاعب والمتاعب اللي هو فيها. في نفس الوقت بيبقى عايز يسوق الفيسبا وبيضحك
وبيهزر، كاركتر اكتر من رائع. المخرج العبقري داوود عبد السيف وظف محمود عبد العزيز صح واداله دور العمر اللي عمله ببراعه الساحر محمود عبد العزيز. عميد راح النور يا حمار، مش عميد، خلي عند اهلك نظر. يابا انت ليه مش هتصدق انك اعمى؟ يابا انت راجل اعمى. انا اعمى يا غبي، ده انا اشوف احسن منك في النور وفي الضلمه كمان. سنة 92 يعمل فيلم فخ الجواسيس ورأفت الهجان الجزء الثالث، وفيلم دنيا عبد الجبار بشخصية عبد الجبار القناوي، الشخصية اللي مش واخدة حقها خالص، ويعمل فيلم 3 على الطريق وزيارة السيد الرئيس وخلطبيطة ومسرحية 727 وفيلم البحر بيضحك ليه والجنتل والقبطان وهارمونيكا. ونخش على حقبة الألفية اللي عمل فيها سوق المتعة والنمس ورحلة مشبوهة وفيلم الساحر اللي من ساعة الفيلم ده وهو لقب محمود عبد العزيز بالساحر. انا دلوقتي بس عرفت جوزك طلعك ليه، عشان مشيك البطال، عشان مشيك البطال، عشان مشيك البطال كده كده. طيب يا بتاعت الحلاوه، يا بتاعت الحلاوه. انا زعلان على بنت قوي يا سيد، زعلان وخايف. يعمل سنة 2004 المسلسل الجامد جدا محمود المصري. سنة 2008 في السينما يعمل مع نور الشريف فيلم ليلة البيبي دول. ويعمل سنة 2009 مع مروان حامد فيلم إبراهيم الأبيض بالشخصية الأفضل ليه على الإطلاق عبد الملك زرزور. عدي لشوق لحاجه ايه؟ محدش يعرف يعمل شخصية عبد الملك زرزور دي بالبراعة دي وقوة الأداء ده غير الساحر محمود عبد العزيز. الدور ده على الورق كان مكون من 3 سطور بس، وقدر الساحر محمود عبد العزيز إنه يقدم الوحش عبد الملك زرزور ده ويكون كل المواصفات دي من بس 3 سطور. ويختم الساحر محمود عبد العزيز تاريخه الفني السينمائي سنة 2009 بعد ما حضر العرض الخاص لفيلم إبراهيم الأبيض اللي شالوا له أكتر من تلت مشاهده في الفيلم، فاتضايق جدا محمود عبد العزيز وقرر إن ده آخر فيلم ليه في السينما المصرية. مفيش كلام، بس يا ابن الحق صنعة وايه بالاصول. وانت دخلت السيمه بتاعتك دي يعني من غير مؤاخذه يعني اللي انا شايف فيها صنعة ولا هوبت من الاصول. دي دخلت انك انا ميت وانهم لميتون. بتوصلني اخبارك، جرعه حلوه، جرعه حلوه مفيش كلام. لسه الجازيون اهو، اللي عايز يقول حاجه يقولها. ماشي، ما تحسبها جايز يا سيدي المعلمين لما انا قلت كده برضه، قلت كده بالظبط زي ما انت قلت بالظبط. الله وغنم الحاجه هيفضل عيل واحد بعد كده مش جرحي تعك من ورا ظهري تسمع عدوي. العمل عمل ربنا. الانسان ضعيف، الانسان ضعيف. سلام. مات. هيموت. ازاي؟ هتقتله. ايه ده؟ ازاي يا عم الحاج؟ تعرف تنشن؟ ممكن. طب برضه مش مهم، بس لو قلشته احنا مش هنقلاشك، فيكم واحد طابق. وبعدين يا ابو الرسول ايه؟ هناخد صورة ذكرى؟ ايه يا بابا؟ حد يسيب بيته بقى. اقول عليكي تقول عليا. ويعمل في الدراما التلفزيونية سنة 2012 المسلسل الجامد جدا باب الخلق بشخصية محفوظ زاطة. من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء. طب والحل ايه؟ قنبلة. سنة 2014 يعمل مسلسل اللي كسر الدنيا ساعتها مسلسل جبل الحلال بشخصية منصور أبو هيبة. إبداع في اللكنة الصعيدية من محمود عبد العزيز في الشخصية دي، ومش اللكنة بس، كل حاجة أداء تمثيلي رائع من الساحر. بيدور زي البكرة ما بيوقفش. الشريط كله صور، وانا هنا وانا في الجيش وانا في البلد وانا بقع، والنار من غير عقد في جسمي. اللي يحس الموت ويصاحبه بتتغير حياته. يعني هنقضيها سلامات ولا ايه؟ ايوه هنقضيها سلامات. ترى ايه؟ سلامات 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 عن بلدي يا سلامات. انت وحشنا بالذات. انت وحشتنا. سلامات.
ويعمل اخر عمل ليه سنه 2016 هو مسلسل راس الغول شخصيه فضل الغول او درويش الكتيان، ويعمل مسلسل اذاعي اسمه العمليه صهلله عشان بعدها يحس الساحر محمود عبد العزيز بألم شديد في اسنانه، وكان حاسس انه تسوس، لكن مع مرور الوقت السرطان بدأ ينشر في جسمه كله في 5 اماكن رئيسيه منها الكبد والرئه والعمود الفقري والمخ، وراح عشان يتعالج عرف ان الامر مساله وقت وان السرطان انتشر في الجسم كله. رحم الله عبد الملك زرزور والمزاجنجي والشيخ حسني، رحم الله ساحر السينما المصريه محمود عبد العزيز. عبد الملك زرزور في فيلم ابراهيم الابيض من اصعب الادوار اللي هي ممكن تقابلني في حياتي. هو بيعتبر اله، يعني هو بيعتبر نفسه اله المنطقه دي كلها. فقعدت محتار جدا واطلقت اليحيى لانه ده يعني الجبار، لكن هو انسان، يعني هو جواه هو انسان بيحب بنته ايا كان، هو نوع بالحب وقاتل وضعف وسايكوباتيك، يعني سايكوباتيك، يعني عارف ان ده ضرر ومش مقتنع وبيبارك هذا الضرر. لقيت ان الاستاذ محمود عبد العزيز يقدر يعمل اللي بيعمله الاستاذ عادل امام، ويقدر يعمل اللي بيعمله الله يرحمه الاستاذ احمد زكي، الله يرحمه ويحسن اليه. ممثل خارق للعاده، ما خدش حقه من النقد الفني والادبي. الراجل ده عالمي. فيلم كيت كات الاستاذ محمود عبد العزيز ما فوتش شوط، مش مشهد، شوط بالفريم عامل مظبوط. هو محمود عبد العزيز وبس. وبس كده، انزل اعمل بقى لايك واشتراك والحاجات الجميله دي. كان معكم يوسف فايل من برنامج الفيلم. انزل بتتر النهايه يا ابني.